يا مساء الفل والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة كده معانا شوية تفريزات بقى عشان رمضان يسهل علينا الموضوع بقى. لو عايزين نعمل محشي بقى في رمضان او حاجة، يبقى عندنا الصلصة جاهزة، وعندنا كمان الكرنب اتسلق وجاهز على الحشو. وكمان حاطين كده شوية خضرة كده متخرطين ومتظبطين كده في الفريزر. يعني الدنيا هتبقى سهلة جدا. أول حاجة كده أنا وخالتي كده رحنا اتشطرنا كده وجبنا عداية طماطم شركة يعني. هي أخدت نصها وأنا أخدت نصها، وسبتها يعني طلعت منها اللي هو يعني ايه ال- هي حلوة وكل حاجة، بس يعني مش جامدة قوي. طلعتها منها وقلت ايه افرزها معاكم عشان نحطها بقى في اكياس كده في الفريزر، او في علب على حسب امكانياتك، ونعملها صلصة تكون جاهزة على طول للمحشي. والباقي حطيته كده في التلاجة زي ما هو، نستخدمه يعني. طبعا دلوقتي انا جبت الطماطم وحطيتها كده، قلبتها كلها في الحوض، وغسلتها غسلة كويسة، وطلعت اي قشرة اي حاجة موجودة فيها. ودلوقتي طبعا بعد ما غسلتها حطيتها في الحلة، وحطيتها عليها حوالي كوباية او نص كوباية من المية بس، وحطيت عليها ربع معلقة ملح ليمون عشان تحفظها، ربع معلقة ما تكتريش. وسبتها على النار لحد ما تستوي كده، ونشوف بعد كده هنعمل فيها ايه. ودي طبعا الكرومبة دي برضو انا ماشية، قابلتني واحدة كده بتبيع كرومب، وانا بشتريها بالصدفة عدت والدتي يعني، فقلت لها ايه رأيك في الكرومبة دي؟ قالت لي جميلة. يعني الف هنا وشفا. المهم ان انا كنت هدفع فيها 20 جنيه زي ما الست قالت، ب20 جنيه. قالت لها ب20 جنيه ليه؟ لا ب15 جنيه. المهم يعني ان امي خدت مني 15 جنيه واديتهم للست اللي بتبيع، وخدت مني ال15 جنيه وادتني الكرومبة الحلوة الكبيرة اوي دي. تمام. فانا طبعا هفرزها معاكم. طبعا سبتها يوم كده عشان تدبل، عشان لو عملناها في نفس اليوم بتتكسر. تمام. الكرنب لو اتعمل في نفس اليوم بيتكسر كده وما بتعرفيش تطلعي الورقة سليمة زي ما انا مطلعها كده. بتسيبيها بس يوم كامل كده لحد ما تدبل شوية، لان هي كانت لسه طالعة من الارض فكانت حية شوية. فسبتها يوم كده ويوم ونص. ودلوقتي طبعا شلت اول 3 4 5 ورقات كده، عشان هي كانت كبيرة جدا ومكانتش هتدخل الحلة، مع ان الحلة كبيرة. يعني هي الحلة دي كبيرة جدا، بس الكرومبة ما شاء الله ما شاء الله كانت كبيرة قوي قوي يعني. فشلت منها اول 5 6 7 ورقات كده. تمام. والورقة بتاعتها ما شاء الله كان ابيض وكبير جدا. عمل معايا كمية حلوة قوي. وحطيت الباقي طبعا اللي هو الوردة اللي في النص دي، طلعت القلب بتاعها وحطيتها بقى لما المية غليت. المية من غير ملح يا جماعة. طالما هنفرز الكرنب يبقى هنحط المية من غير اي حاجة، يعني مش هنحط عليها ملح. تمام. متحطيش ملح عشان ما يتهريش في الفريزر. وبتطلعيه نص سلقة كده لو انتي هتحطيه في الفريزر. تمام. بعد كده طبعا حطيت الحتة اللي هي كلها مرة واحدة في الحلة، وابتديت اطلع منها بالماسك كده، اللي يستوي اللي يستوي اللي يدبل اللي كده، اطلعه كده زي ما انتم شايفين، ولحد ما خلصت الكمية كلها. ودلوقتي عم خلصت الكرومبة سليق وكده، كانت ما شاء الله ما شاء الله يعني الطماطم استوت زي ما احنا شايفين. بجيب المقصوصة او البتاع اللي هي بتاع الطعمية دي، تمام، بتاع الزيت، وبحاول اشيل وماخدش معايا مية خالص، بصفيها من المية تماما عشان اعملها في الكبة ما يبقاش فيها مية، عشان ما اضطرش تاني احطها على النار تاني لو فيها مية. فانتي لو ما عندكيش كبة وهتعملها في الخلاط وهتضطري تحطي معاها شوية مية، هترجعيها تاني على البوتاجاز تاخد لها غلوتين 3 لحد ما تنشف من المية اللي فيها خالص. لكن انا عشان عاملاها مصفيه الميه خالص وعاملاها في الكبه، مش هرجعها تاني على البوتاجاز. وبعدين جبت حله وفيها مصفى، وابتديت اصفيها من البذر ومن القشر الزياده زي ما احنا شايفين كده. حطيت مصفى كده صغنونه كده ستانلس، وتحتها كده حله صغيره برضو، او بوله، يعني هي بوله مش حله، بس برضو ستانلس. وابتديت كده ان انا ايه اعصر او اصفي الطماطم. شايفين البذر اللي هو لونه متغير ده والقشر. طبعا البولة بتاعتي كانت صغيرة فما كانتش هتاخد الكمية كلها،
فعملت نص الكمية وهبتدي بقى اعبيها بأكياس، وبعدين اكمل باقي الكمية. طيب انتي لو عندك علب ماشي عادي مفيش مشاكل، العلب كمان بتبقى شكلها حلو في الفريزر، وبترصيها كده فوق بعضيها بتاخد كمية اكبر، وفي نفس الوقت كمان بيبقى شكلها حلو جدا في الفريزر. خلصت شوية الباقيين، ودلوقتي ابتديت احط باقي الكمية واصفيهم زي ما انتوا شايفين، برضو صفيتهم. ودلوقتي برضو هكمل ان انا اعبيهم كلهم في اكياس وكده. تمام لحد ما اخلص كل الكمية. وده طبعا الكرنب كان برد شوية، لان هو انا لما خرجته كان سخن فسيبته وعملت الطماطم. دلوقتي الكرنب برد شوية عشان اقدر امسكه بايدي يعني. بعد كده بجيب مقص واشيل اللي اسمها العرق اللي هو في النص. في عرق في النص كده بنشيله كده بالمقص او باستخدام السكين عادي مفيش مشاكل. وتتنيها اتنين، يعني بتتنيها اتنين وتشيلي العرق اللي هو في نص الورقة كده زي ما انا بشيله دلوقتي. انا في الحتة دي مش مسرعة لك الفيديو خالص، يعني مش مسرعة الفيديو عشان تشوفيه كويس. وبعد كده الورقة بتنيتها، يعني هي متنية اتنين، بتشيلي العرق اللي في النص وتحطيها على نفس الاتجاه على الورقة اللي قبلها. هعمل لكم كمان واحد اهو. شيل برضو العرق اللي في النص باستخدام المقص، بيبقى اسهل يعني المقص. وبحطها متنية زي ما هي على الورقة اللي قبليها، بس بفردها كويس وبطمن ان مفيش ورقة متنية، عشان وانا بقسمها ما تبقاش في حتة متنية فتتقطع يعني، او تيجي مش مسوية، او يجي صابع كده يعني اكبر من صابع بتاع كده. اهو زي ما انتم شايفين سويتهم خالص اهمت. هبتدي اشيل شوفوا لو في حتة متنية انا بعدلها. حاول بقى اشيل الاطراف اللي ملهاش اي لازمة خالص عشان اسويها، اطراف بسيطة خالص كده يعني مش هنهدر من الكرومبة ولا حاجة، طرف واحد اللي انا شلته من الكرومبة بحالها. وببتدي اجيب بعرض الورقة مش بالطول. هوريكم تاني هوريكم في حتة تانية ان هو مش بالعرض مش بالطول، ده بعرض الورق عشان لو في العروق اللي بتبقى رفيعة دي ما تعكنيش، او ما تبقاش مثلا ايه، ما تبقاش مخليه الصابع المحشي شكله مش حلو ومش عارفه الفه كويس. لو انت خدتي الورقه بالطول هيبقى فيها عروق عكس الاتجاه اللف، لكن خديها بالعرض هتبقى زي ما انا بعمل كده. لو انت بتلف صباع المحشي زي ما انا بلفه دلوقتي هتبقى في اتجاه العروق اللي هي رفيعه الخفيفه اللي في ورق الكرنب. بلاش تاخديها بالطول زي ما انا قلتلك. وببتدي اعملها كده رولات او لفات كده شبه ورقة المحشي على حسب ارتفاع اللي انا عاملاه. يعني لو انا عاملة 5 6 7 ورقات باخد نصهم في لفة ونصهم التاني في لفة تانية على حسب بقى الكمية دي. الحتة الأخيرة بتبقى رفيعة شوية فحطها مرة واحدة. تمام اهو هنا اهوت بعمل تاني. تمام بس هنا بقى سرعت الفيديو شوية عشان ما اخدش من وقتكم كتير. طبعا في الفيديو احنا كنا بنتكلم كتير جدا، يعني الولاد بيخشوا يكلموني البنت الصغيرة بتدخل تكلمني فتلاقي صوت كلام ده كده مع تسريع الفيديو بيعمل صوت غريب كده لما تسرع الفيديو. بس انا حابة ان هو ينزل الفيديو بالحركات او بالايقاع ده. اهو بقسمه برضو بعرض الورقة مش بالطول، وبرضو بلفه رولات. ما شاء الله عمل معايا ده اول طبق خلاص. اهو شايفين انا باخد على قد ما ارتفاع الطبق. تمام يعني ممكن اخد الواحدة على مرتين، ادي مرة وادي التانية وادي التالتة، وادي مرة وادي التانية على حسب ارتفاع ال ال الورق بتاع الكرنب. تمام ودي طبعا اللي هو الورق اللي بيبقى الصغير اللي جوه برضو سويته كده، لان الورق الصغير بيبقى مش بقى شايفين. بقول لكم ايه، بقول لكم مش بالطول بالعرض عشان يطلع معاكم كويس جدا. لو هتعمليه زي ما انا بعمل كده ما تروحيش تعمليه بطول الورقه وتيجي تلفي الصباع تبص تلاقي العروق عكس الاتجاه وتقولي ده انا كنت عامله كده يعني. تمام انا وكمان لو هتخزني الكرنب ما تحطيش ملح في الميه. تمام لو هتعمليه على طول او في نفس اليوم خلاص حطي ملح عادي في الميه مفيش مشاكل.
بالف اهو بوريكم عامل ازاي، عامل شكل صوابع الجلاش بالظبط. ده طبعا الورق الاخضر انا بحب كده اخلي ورقه ممكن احطها على حله المحشي من فوق، وعشان احط عليها الميه صب عليها الشوربه، او او مثلا ان هي تكتم البخار او حاجه تخلي المحشي يستوي ويبقى شكله جميل. فانا حطيتهم كلهم اللي هو الورق الاخضر في طبق واحد، بحيث ان انا كل لما اخد طبق من دول عشان اعمله اخد معاه ورقه واحده من الورق. وده طبعا الصلصه اللي احنا عملناها. تمام. ان شاء الله طريقة تعجبكم وتنول رضاكم، وما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو، وتنزلوا تعملوا اشتراك لو اول مرة تشوفوا القناة، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وان شاء الله تعملوا احسن من كده. ويا رمضان كريم علينا وعليكم، وكل سنة وانتم طيبين.